ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا، وهو ازاي تكوني اجمل نسخة من نفسك. بس قبل ما نبدأ اقعدي في مكان هادي ومريح وجهزي مشروبك المفضل وتعالي نسمع سوا. انك تكوني اجمل نسخة من نفسك مش معناه انك تغيري شكلك ولبسك او تسريحة شعرك او حتى الميك اب بتاعك. انك تكوني اجمل نسخة من نفسك معناه انك تكوني شخصية اجمل، بمعنى انك تركزي على الحاجات الحلوة اللي فيكي وتكبريها وتطوريها وتحسني من نفسك ومن جودة حياتك. وعلشان تكوني احسن نسخة من نفسك انتي محتاجة الاول تعرفي انك مش شبه اي حد. ناس كتير قوي بتجري ورا الترندات وتلاقيها بتقلد كل حاجة بتشوفها على النت، وبتتقمص شخصية كل واحدة شوية، وتقلد اللبس والاسلوب وطريقة الكلام. لكن في الحقيقة انتي لازم تفهمي انك مميزة، وان مفيش حد في الدنيا شبهك بالظبط، ولا انت ينفع تبقي شبه حد بالظبط. احنا ربنا خلقنا مختلفين، وميز كل واحد فينا بمميزات خاصة بيه وبشخصيته. فبدل ما تركزي انك تكوني نسخة من حد، ركزي على انك تكوني احسن نسخة من نفسك. كلنا عندنا شخصية بنتعامل بيها في حياتنا اليومية، وفي الغالب عارفين مميزاتها وعيوبها، وكلنا كمان عارفين ان في شخصية تانية جوانا احسن من الشخصية اللي احنا بنتعامل بيها في الحياة اليومية. يعني مثلا ممكن تكون النسخة الافضل منك مش عصبية او مش عنيدة، في شخصية كده جوانا نفسنا نوصلها ونكون عليها. بس للأسف كتير من الناس بتتجاهل الشخصية الكويسة اللي جواها دي وبتفضل تتعامل بالشخصية التانية، وده بس علشان مش عايزين نتعب على نفسنا علشان نوصل للشخصية الأفضل اللي جوانا. فعلشان كده أنا جاية أقولك النهاردة اتعبي واشتغلي على نفسك، اجتهدي وطوري من نفسك، حاولي توصلي لنسختك الأجمل، علشان نسختك الأجمل دي هتوصلك لأماكن أجمل بكتير عمرك ما تتخيلي إنك توصلي لها. فاقعدي مع نفسك كده في ساعة صفا وهاتي ورقة وقلم، وابدأي اكتبي الحاجات اللي محتاجة تطوريها أو تعدليها في نفسك علشان توصلي للشخصية التانية. فكري مع نفسك كده، هل مثلا محتاجة تكوني واثقة من نفسك أكتر؟ أو مثلا محتاجة تحبي نفسك أكتر؟ ولا محتاجة يكون عندك شغل وفلوس ومكانة اجتماعية؟ لما تقعدي مع نفسك كده هتعرفي تحددي وتقرري، ووقتها ابدأي اشتغلي على نفسك وحددي وقت، وشوفي وصولك للشخصية التانية دي هياخد منك وقت قد ايه. والطبيعي اصلا ان هو هياخد منك وقت، مفيش حد بيتغير في يوم وليلة او حتى في كام ساعة. ممكن تاخدي شهور وممكن تاخدي سنين علشان توصلي لنفسك وتحسني كمان من نفسك. وعلشان فعلا تقدري توصلي للشخصية الأجمل اللي جواكي دي لازم تفهمي نفسك الأول، لأن شخصيتك دلوقتي والشخصية الأجمل بنسبة 80% هما متشابهين، باستثناء شوية التطورات الحلوة اللي في الشخصية الجديدة. فعشان كده لازم تفهمي نفسك الأول. اسألي نفسك شوية أسئلة، زي مثلا ايه أكتر حاجة بحبها في شخصيتي؟ ايه الحاجات اللي نفسي أطورها في نفسي؟ ايه الحاجات اللي بتخليني أحس بعدم الثقة أو عدم الرضا أو الأمان؟ لما تفهمي نفسك هتقدري تعرفي ايه الحاجات اللي انت محتاجة تحسنيها علشان تكوني في شخصيتك الجديدة، ووقتها هيكون التغيير ده نابع عن حب وهيكون حقيقي فعلا. وتاني حاجة بقى لازم تشتغلي عليها هي عقليتك، ولازم تبطلي تجلدي في ذاتك. مفيش حد كامل، الكل عنده عيوبه. فبدل ما تفضلي تلومي في نفسك، حاولي على قد ما تقدري تشتغلي على المشاكل اللي عندك وتحاولي تصلحيها أو تحسنيها. وزي ما بقولك دايما، غيري طريقة تفكيرك للأحسن. يعني بدل ما تقولي أنا مش جميلة، قولي أنا مختلفة أو أنا جمالي مميز، وعيشي بقوة وثقة. لما تكوني واثقة ومقتنعة بجمالك الداخلي، الناس تلقائيا هيشوفوا ده وهيبان عليكي. اهتمي كمان بشكلك، الجمال مش بس شعر أو طول أو جسم، الجمال الحقيقي هو إنك تهتمي بنفسك بشكل يعبر عنك أو بأسلوب يعبر عنك وعن شخصيتك. طوري من نفسك للأحسن، مهما كان مستوى تدينك أو حجابك حاولي تحسني للأفضل، واهتمي بجسمك وبالرياضة وكلي أكل صحي. وده مش علشان أي حد من الناس، ده بس علشانك انتي، وعلشان تقدري توصلي للنسخة الأحسن من نفسك. واشتغلي كمان على جاذبيتك وعلى ثقتك بنفسك، خلي عندك حضور مميز، امشي بثقة وكلمي الناس بنبرة صوت واضحة، وما تحسيش أبدا إنك أقل من حد. بالعكس، انتي أحسن من ناس كتير قوي. اهتمي كمان بطريقة كلامك، اتكلمي بهدوء واختاري كلامك بعناية، وما تتسرعيش في ردودك ولا في ردود أفعالك. والأكيد إنك تبعدي كل البعد عن الطاقة السلبية، سواء بقى كانت في ناس بتقلل منك أو أفكار بتخليكي تحسي إنك مش كفاية. طوري من نفسك على طول، طوري كمان من نفسك من جواكي. اقرأي وتعلمي، المعرفة والمعلومات بتضيفلك جاذبية رهيبة. لما بيكون عندك مواضيع مهمة تتكلمي فيها، الناس هتحب وجودك. وحاجة كمان هي إنك تخليكي مستقلة،
ومش قصدي هنا على الاستقلال المادي أو إنك تعملي كل حاجة بنفسك وتقولي أنا مش محتاجة حد يساعدني علشان أنا مستقلة بنفسي وبعتمد على نفسي. لا، ده موضوع تاني خالص. أنا قصدي هنا إنك ما تستنيش حد يقيمك أو تستني إن حد يرفع ثقتك في نفسك. خليكي مستقلة بنفسك وخلي قوتك نبع من جواكي، وحطي أهداف لحياتك. لما بيكون عندك أهداف وأحلام بتسعيلها هتحسي بقيمتك وبقيمة حياتك أكتر وأكتر. ودايما في أي موقف هيقابلك في حياتك فكري الأول، هل لو أنا بشخصيتي الجديدة الناجحة والمتطورة هتصرف إزاي؟ أو هعمل إيه في الموقف ده؟ خلي دايما في رابط بينك وبين شخصيتك الجديدة علشان تقدري تخليها تظهر على أرض الواقع. وخليني أقولك حاجة أخيرة، ما تستنيش الظروف تتغير أو الناس تتغير عشان تبدأي تغيري من نفسك. ابدأي من دلوقتي. لو عايزة تكوني واثقة من نفسك أكتر ابدأي تصرفي في حياتك اليومية وكأنك واثقة فعلا. ولو عايزة تكوني جذابة اشتغلي على هدوءك وجاذبيتك الداخلية والخارجية. ولو عايزة تكوني سعيدة في حياتك فعلا دوري على الحاجات اللي بتسعدك بجد أو بتفرحك بجد واعمليها كل يوم. وأخيرا خليكي فريدة من نوعك، ما تكونيش نسخة متكررة من حد. انت مفيش حد شبهك ومفيش حد زي شخصيتك 100%. انت مختلفة وفريدة وجميلة، فاستغلي ده بأحسن طريقة وكوني انت فعلا. كوني انت بجمالك وباختلافك وبتميزك وبصفاتك الجميلة المختلفة عن غيرك، ووقتها هتلاقي انك وصلتي لأجمل نسخة من نفسك من غير ما تحسي بالتعب. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.